شريكي في التاتش، فاكرين لما قلنا ان الرقص الشرقي كان مرتبط بالخلاعه، وان بديعه مصابني دخلت وحطت سيستم، وان مش اي واحده كانت تطلع تهز؟ ايوه، من هنا الحكايه بدات تاخد شكل تاني خالص. بديعه فتحت الباب، بس اللي دخلوا بعد كده كانوا بيكتبوا القواعد من اول وجديد. النظام الصارم ده كان سبب في ظهور أهم رقاصتين في تاريخ مصر في القرن العشرين، تحية كاريوكا وسامية جمال، اللي قدروا بالحركة المدروسة وبالخطوة اللي وراها معنى يحولوا الرقص من فن للمتعة لفن بيقول حاجة. رجعوا للرقص مكانته الطبيعية كفن، زيه زي الموسيقى، زي التمثيل، وزي الغنى. ودي كانت نتيجته إن البنات بدأوا يقلدوهم ويرقصوا زيهم في الحفلات العامة من غير كسوف. ممكن تحسوا دلوقتي لو شفت أي فيلم لتحية أو لسامية مش هتحس بابتذال، هتفتكر بس ابتسامة الست تحية وهي بتحرك دراعاتها، أو سامية جمال وهي بترقص بليونة وهي حافية. وعلى فكرة هي اللي اخترعت حكاية الرقص حافية دي لما كعب جزمتها اتكسر على المسرح في كازينو بديعة، قلعتها وكملت الرقص عادي جدا، والحركة دي عجبت الناس جدا، ومن بعدها بقت ترقص حافية ورقصات كتير قلدوها بعدين. بس خد بالك شريكي في التاتش، تحية وسامية قدموا صورة راقية للرقص بس ما قدروش يغيروا الصورة لوحدهم. ليه؟ عشان قدامهم كان في جيش تاني من الرقصات اختاروا طريق مختلف تماما، طريق بيكشف اكتر ما بيغطي، وبيخرج الرقص تاني من دايرة الفن لدوائر تانية خالص. البدل بدأت تصغر وتصغر وتصغر لحد ما الدولة بنفسها جت وقالت ستوب. ثورة يوليو ما سكتتش. سنة 1955 طلع للرقصات قانون رقم 430. والله ما تستغربش من كلامي، قانون مخصوص لبدلة الرقص. القانون قال البدلة لازم تبقى صدر متغطي بستان مطرز، وتنورة طويلة من الجبير أو الدانتال، ويكون فيها فتحة من الجنب علشان تسهل الحركة. وبعدين جت كل رقاصة وأضافت لمستها أو التاتش بتاعها زي ما بنقول. فهتلاقي اللي حطت نجمة على السرة، واللي لبست شال حرير، واللي جابت شمعدان ترقص بيه على راسها من غير ما يقع. وهنا يجي السؤال اللي ناس كتير ما فكرتش فيه، بدلة الرقص الشرقي أصلاً جت منين؟ ليه البطن باينه؟ وليه دايما فيها شراشيب وحاجات بتلمع؟ استنى بس هقول لك الحكايه من اولها، ما تستعجلش. اول شكل للبدله كان في الحضاره المصريه القديمه، كان شكلها لبس طويل برسومات فرعونيه بيغطي الجسم كله. العرب خدوها وطوروها في زمن الدولة العثمانية وخلوها قطعة بتغطي الصدر مع بنطلون واسع مفتوح من الجنبين، يعني الرقاصة لسه محافظة شوية. وبعدين الهند دخلت على الخط، تحديدا قبائل البنجارة، لبس فيه تنورة وقطعة تغطي النصف العلوي. هو ده أصل شكل البدلة اللي احنا عارفينه دلوقتي. بس لما الرقص دخل المسارح اتحول لفن استعراضي. في الأربعينات والخمسينات شفنا الجلابية البلدي، الرقاصة تتحزم على الجلابية وتطلع تتحرك قدام الجمهور بالعصاية، فدخلت الصالات والمسارح على الخط، وبدأت تظهر فكرة الرقص بالجلابية البلدي والرقاصة تتحزم، زي ما عملت كده تحية كاريوكا وسامية جمال وكمان نعيمة عاكف. واتفرج على البدع على واحدة ونص. في السبعينات السياسة اتغيرت والدولة بدأت تميل شوية لليمين، فقالوا البطن كمان لازم تتغطى. وشفنا سهير زكي بتلبس قماش شفاف فوق البطن، ومع الوقت القوانين اتغيرت والبطن رجعت تاني، ودخلت رقصات من روسيا وأوروبا وغيروا المشهد خالص. كتير منهم بيعتمدوا في رقصهم على الغرايز، وده خلاهم يختاروا بدل رقص بعيدة تماما عن الطبيعي والمسموح. لو تفتكروا من كذا سنة اتقبض على رقاصة شهيرة في مالها ليلي في الجيزة علشان كانت بتلبس البدلة بدون شرط. لو فاكرين كمان الدولة لما حطت القوانين دي سنة 1995 كانت شديدة في تحديد شكل البدلة، والشورت كان واحد من أهم التفاصيل اللي لازم تكون موجودة في البدلة. والحكاية مش في البدلة بس، لا كمان في الأغاني اللي كان بيترقص عليها. لو ركزت في معظم الأغاني اللي كانوا بيرقصوا عليها زمان هتلاقي الكلام ماشي في سكة الإيحاءات، زي بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة، هات الإزازة واقعد لعبني، تعالى يا شاطر نروح القناطر. هو لو راح القناطر معاكي مش هيذاكر ومش هيبقى شاطر. المختصر كده الباكج كانت رقاصة وعليها أغنية خليعة. لكن في بداية الستينات سهير زكي غمرت واتجرأت ورقصت على أغاني الست أم كلثوم، وتحديدا على أغنيتها الشهيرة ألف ليلة وليلة. أم كلثوم لما عرفت اتضايقت جدا واستحلفت لسهير زكي وقالت إن البنت دي هتضيع هيبة أغانيها وفنها بالرقص. جابت بليغ حمدي طبعا وقالت له
شوف لي الرقاصة اللي بترقص على ألحانك دي وامنعها بأي وسيلة. بليغ ما كدبش خبر، راح علشان يتفرج عليها من باب الفضول، وعجبه أدائها جدا لدرجة إنه أشاد بيها قدام كوكب الشرق. سوما حست إن بليغ بيحط التاتش بتاعه وبيأفور، فقررت تشوفها بنفسها. والمفاجأة بقى إن الست عجبها رقص سهير زكي جدا، والحركة اللي كانت مظبوطة على النغمة. بعد ما خلصت سهير رقصتها، الست قالت لها كنت ناويالك على نية سودة، لكن بعد ما شفتك غيرت رأيي. الحركة دي خلت سهير زكي أول رقاصة ترقص على أغاني أم كلثوم. تاتش من رقاصة محترفة غير في تعاون المزيكا مع الحركة. بنت جمال عبد الناصر قالت لي شوفي بقى انت شغلك كتر قوي وبشوف صورك في المجلات والجرايد، انا عايزه اداء علني. دي كانت تاني حركه بعد تحيه وساميه تغير نظره الناس للرقص بشكل ايجابي. من الحاجات اللي ممكن تستغربها شريكي في التاتش ان الرجاله دخلوا عالم الرقص الشرقي من زمان قوي. نرجع بالشريط شويه لورا، شويتين كمان، لحد اوائل القرن ال18 لما ظهر صبي الغزية، ولد حليق الرأس ناعم وأملس ولابس لبس الستات وبيقلد الرقاصة بكل دلعها وبيسخن القعدة قبل ما الرقاصة تطلع، وكمان يحميها بقى من الحسد بجملته الشهيرة 4-1 عليك يا قبلتي. حتى الفرنسويين لما جم مع بونابرت اتصدموا ووصفوه بالمهرج الفاحش وسموه خلبوس. محمد علي باشا لما حكم مصر حط التاتش بتاعه وقرر سنة 1835 ينفي الرقصات للصعيد عشان خاف على سمعة البلد من السجاط اللي انتشرت في كل حارة، وقال اللي تتظبط بترقص في القاهرة هتتحط في شوال وهتترمي في النيل. وفجأة بقت القاهرة ساكتة هادية خالص، مفيش دفوف مفيش سجاط. بس الوضع ده ما طولش، رجع صبي الغزية لكن بشكل جديد، اسمه بقى الغايش، والناس قررت تختصر وتقول الخوال. وده كان راجل بيرقص بلدي بكل ليونة وبكل دلع وبيحيي الأفراح والليالي الملاح كمان. بس مع الوقت الكلمة اللي كانت لقب شغلانة بقت شتيمة. الغريب بقى إن النهاردة لما تدور على أشهر مدرب رقص شرقي في مصر تلاقيه مش ست، راجل. طب ايه التاتش اللي ضافوه الرجاله للرقص الشرقي؟ هقول الراجل مش بيغير لكن الست مخلوق بيغير، فصعب قوي تلاقي واحده بتعلم واحده الرقص الضمير، لان عمرها ابدا ما هتقبل انها تكون بترقص احسن منها. وده مش كلامي انا على فكره، ده رأي أشهر مدرب رقص شرقي في مصر والعالم، زازا. زازا كان شاب أزهري وساب الأزهر في مرحلة الثانوية ودرس الرقص، وبعدين راح لبنان وبعد كده استقر في باريس. في كمان اسم تقيل جدا في تدريب الرقص الشرقي زي عادل نعيم اللي درس الباليه، لكن لما الأوبرا القديمة اتحرقت وقف نشاط الباليه وقرر إنه يتحول لمدرب رقص شرقي ويعلم الرجالة قبل الستات. ولما تسمع للناس دي تكتشف ان هم مدربين رقص بس، رافضين تماما فكرة ان الناس شايفاهم رقاصين، هم اخرهم صالة التدريب فقط، مرشدين بيعلموا الستات الحركات، وفي نفس الوقت هم ضد ان الراجل يلبس بدلة رقص حريمي. طبعا هم عليهم ضغط اكتر من الرقاصة لان المجتمع بيبص لهم بطريقة معينة غير اللي هم شايفينها لنفسهم كفنانين ومدربين. المجتمع بيشوفهم حاجة عيب وحرام ويتهز ليها 7 سماوات. بس اللي محدش خد باله منه هو ليه الناس دي بيحبوا الرقص قوي كده، سواء مدربين او رقصات. ايه يخلي فيفي عبده لحد النهارده ما تعتزلش الرقص وتعمل فيديوز فرفوشه على انستجرام مثلا؟ ودينا كمان بتدرب الناس على الرقص في اكتر من دوله. الاجابه عشان الجسم نفسه عايزنا نهز. في دراسات ظهرت سنه 2001 في مجله روزا اليوسف قالت ان البطن فيه 100 مليون خليه عصبيه. الرقم ده مش صغير، ده تقريبا نفس عدد الخلايا العصبيه اللي في الحبل الشوكي. وعشان كده بعض العلماء سموه المخ التاني. أيوة، البطن عندها دماغ وإحنا مش واخدين بالنا. علماء في فرنسا كمان قعدوا يدرسوا تموجات البطن اللي بتحصل مع الرقص الشرقي، واكتشفوا إن الحركات دي بتغير كيمياء الجسم من جوه وبتحفز العضلات وبتساعد الجسم يفرز هرمونات بتخليه يحس إنه أحسن وأهدى وكمان مبسوط أكتر. الدكتور مايكل جيرشن من جامعة كولومبيا قال إن البطن مش بس مسؤول عن الهضم، لا ده بيبعت رسائل للأعضاء التانية في الجسم. يعني لما حد بيرقص مش بس بيحرك جسمه، ده بيبعت إشارات استرخاء لمخه علشان يبقى في مزاج كويس. النتائج دي كانت غريبة لدرجة إن جامعات أمريكية بدأت تدرس الرقص الشرقي ضمن كورسات الفنون، والمدارس في أوروبا بقت تقدم كورس تعليم الرقص الشرقي ده مش بس كمهارة، لا
ده كمان علاج نفسي وبدني. يعني حضرتك شريكي في التاتش، لما هترقص هتتبسط وهتوفر 500 جنيه تمن جلسة الثيرابيست. بس عمرك سألت نفسك ليه مفيش لحد دلوقتي معهد رسمي يعلم الرقص الشرقي، ولا نقابة تنظم شغل الرقاصات؟ طبعا نظرة المجتمع للرقاصة هي جزء كبير من الإجابة. كلنا عارفين نظرة الناس للشغلانة دي عاملة ازاي، وجات شخصية الرقاصة في السينما علشان ترسخ الصورة السلبية دي، ما عدا طبعا زوزو اللي قدمتها سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو. تقريبا حسن الإمام رد اعتبار كل الرقاصات في الفيلم ده، وكشف قد ايه الرقاصات بيعانوا من نظرة المجتمع المتناقضة ليهم. لكن خلونا نرجع للسؤال تاني، ليه برضو بتفشل كل المحاولات علشان يبقى للرقاصات نقابة؟ لو رجعنا للخمسينات هنلاقي كان في مشروع من مصلحة الفنون لعمل نقابة للرقاصات، وعملوا لجنة قررت تعرف عدد الرقاصات في مصر قد ايه، وتفاجئوا ان في مصر حوالي 5000 رقاصة. بعدها بقى ما تعرفش ايه اللي حصل، الملف ده اتقفل خالص. ناس تقول ميزانية الدولة لا تسمح، وناس تقول ان اللجنة اتصدمت من الرقم ده وما كانش عندهم خطة واضحة هيعملوا ايه. في سنة 1968 بشكل فردي حاولت تحية كاريوكا تأسس معهد للرقص الشرقي وتنظم الشغل ده بنقابة خاصة بيهم، وبرضو المشروع ده ما ظهرش للنور. في 2022 يمكن ملف الرقصات ده خد خطوة لقدام لما إيمي سلطان قررت إنها تفتح معهد تقسيم، أول معهد معترف بيه من اليونسكو لتعليم الرقص الشرقي في مصر. المعهد مش بس بيديكي كورسات علشان تبقي رقاصة، لا كمان بيفتح لك الطريق علشان تفتحي مدرسة تعليم رقص خاصة بيكي أو بيك. على رأي سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت، دي شغلانة عايزة ليونة، مش هينفع معها قوانين تحكمها غير قوانين حرية الحركة. الرقص كان دايما جزء من تاريخنا وثقافتنا، من طقس في معابد حتحور للرقص في كازينو بديعة، لحد ما وصلنا لفيفي عبده ودينا والجيل الجديد دلوقتي. ومهما اتغيرت المفاهيم واتحط التاتش، هتفضل الحاجة الوحيدة اللي متغيرتش ان الرقص فن ليه أصول وليه قواعد، الخروج عنها هو السبب في الصورة الغلط اللي متاخدة عنه. أنا نور الصواف، وده كان التاتش بتاعي، شريكي في التاتش. ما تنساش انت كمان بقى تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية.